فقصات غير وحده. هذا يعني خصو يتبقى اليوم. هاد البيضه يعني خاسره، هما هادو راهم الحمد لله راهم صحه جيده. الخنيسه يا اخوان بو كامل يتظلم، كنخليو غير التهويه مثلا في الفوق باش يدخل الهواء، والماكله ديالها خاص والشراب ديالها السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع. بالنسبه للاخوان اليوم ان شاء الله في توليعه جديده وفي معلومات جديده وقيته ديال الانتاج كما كنقولوا الاخوان. نطلعوا نشوفوا كيف فين وصلنا في الوقيته ديال الانتاج. وبالنسبه كاين واحد التساؤل كما كنديروا كما ديما، التساؤلات ديال الاخوان اللي في القناه في البوتشون خنيسي اللي كنربيو الراسه. على حساب الاخ عصام انه طرح علينا واحد السؤال، كيفاش ان يعني شي نتاوي كتلقاو ما كيبغيوش يتزوجوا مع الذكوره، ولا شي ذكوره ما كيبغيوش يتزوجوا مع النتاوي. هذه من بعد الاولى ان شاء الله، ونطلوا على الفريقات فين وصلوا ان شاء الله. غادي نتطرقوا لهذا الموضوع كمعلومه، وان شاء الله كما كتشوفوا الاخوان دابا الوليدات الاولين ديال الخنيسي راه حنا فطمناهم، راهم حطناهم في الكروار يبقى ياكلوا بوحدهم كما كتشوفوا. هما هذوك الاخوان الشنيبرات ديال الخنيسي، ها هما هما الاخر خوه هو هذا تويميين. صافي دابا راه بقاو كيعتمدوا على راسهم من بعد المده. دابا تقريبا راه عندهم 30 يوم يعني ان شاء الله. صافي دابا هاد الباب راه حنا غنبقاو نحلوه لهم على ما اني كنصوب شي كلب ولا شي حاجه، نحلو لهم نسدو. دابا نبقاو نسدو على الحمام هنايا، نبقاو نحلو لهم يطيروا. وان شاء الله تبقاو معنا باش اننا ان شاء الله غادي نوريكم الفيديو كيفاش غادي الخنيسي يبقى يطير من الصغر حتى للكبر، وكيفاش غادي يبقى يولف في الدار. وبالنسبه للاخوان هنايا نشوفوا الوليدات فين وصلوا ديال الفواياجور، واش كبروا ولا مازالين. بالنسبه هنا الاخوان كما تشوفوا الفريخه راه دابا كنعطينا الماكله معطله، وكنعطي غير ماكله في النار، يعني ما كنعطيش جوج ماكلات. غير بالنسبه للماكله خصوصا اللي كيكونوا واكلين ولادهم كنخلي لهم الماكله كثيره. حتى الخنيسي في هذا الوقيته بقيت كنخلي له الماكله كثيره. شي مرات كنجي واخا كنعاود كنبين نعمر الماكله كنلقى الماكله مازاله. خصوصا عاود الوليدات كما قلنا هادو هما اول انتاج هذا العام في الفواياجور، لان الاخوان انا ما كان بداش بكري على حسب اللعاب وعلى حسب شحال من حاجه. شي مرات كنضرب شي ضربه ديال شهر 11 الا كانت، يعني كيكون هناك مازال التدريب. كان العام ما ضربت واحد الضربه كما ديما، ولكن ما صدقتش. هادو كيتسموا اول وحدين في الانتاج ديال الفواياجور، هما هادو راهم الحمد لله راهم صحه جيده. الخنيسه يا اخوان الفريخ راهم كيكبروا. هذه راه فقصات البارح اللهم بارك وزيد في ذلك، وقيله فقصات غير وحده على ما كنظن، غير وحده عندها وقيله بيضه خاسره. يعني الاخوان الفرمله اللي قلنا ديك النهاريات اللي راهم مازالين كاين واحد الشنيبرات ديال الفواياجور هما هنايا. هادو كيتسموا يعني تابعين الاخرين، ما بيناتهم فرق بزاف. وهنا عاد صوبنا له كره راه حطات وحده هنايا غادي نبدلو لها البيض. وهادو راهم يعني ديال المجوجه اللي كنهزو لهم البيض. نتمناو التوفيق للجميع، يعني كاين شي بركه ديال الله راهم هنايا. نطلعوا نتولعوا فيهم واحد شويه لان كنراقبوا منها التوليعه، لان خصوصا الخنيسه ولا فواياجور يعني الاخوان راه قضيه اللي باش الواحد يمشي يعني مزيان شويه في الحمام انه خص المراقبه. يعني هادو ديال الكلاس الاخوان عاد راه حطات هذيك الكوبله اللي ملهيه. المشكله اللي وقع لها البيض، الشمس كتعطي البيض بزاف انه ضاع. قلبته البارح لقيته خاسر، يعني ما كانش غادي نخليها تعاود ثاني تبقى ناعسه على والو. هذه درت لها بحماده الكاسكيطه دابا ولات مزيانه، يعني الشمس ما غاديش تبقى تضرب كما كتشوفوا دابا الشمس. هاي الا حيدت هذه غادي تبقى تدخل لجهه البيض. وكما كتعرفوا الاخوان هذه المنطقه عندنا حنايا حاره بزاف، يعني ما كتبغيش الشمس بزاف يكون على البيض. هذه علامات بغيت تحط غادي نزيدها كاسكيطه اخرى. بالنسبه هنا الاخوان كاينين
شي كتلات ملاقين ديال اللعب. هذا عندي الاب ديالو والام ديالو هما هادو راهم حاطين. هذه الام ديالو هي نفس القضيه كما قلنا الشمش. هذه حتى هي تقدر الا بقات هكا انها غتغسل البيضه. حتى هذه غادي نشوف كي غادي ندير ندرق هنا فاش خصها تدرق باش هاد الصنادق كاملين نحاولوا الشمس مابقاش تدخل لهم بزاف. الا دخل واحد النص يعني باش ما نضيعوش في البيض. بالنسبه لهذاك الاخوان اللي كتشوفوا هنايا مقطوعه له رجلو، حنا اللي درنا لها عمليه باش انها تقطع، ولكن مازال ما ركبنا له رجليه اصطناعيه. هو يعني الاخوان الذكر خدام، هذا يعني خدام كيلقح عادي. ونتمنوا التوفيق للجميع. كما قلنا ندخلوا لهنايا اننا نتولعوا شويه نشوفوا واش كاين شي نقص ولا واش هو هذاك. بالنسبه للنيطواياج الاخوان راه كنيطوايو غير مره في السيمانه. بالنسبه وحده حطات ليه هنايا ديك الناريات ولكن نزيت لها البيض بالنسبه باش عاود تولد. بالنسبه هذا مازال خاص ما غادي تفقس عاد قريب. فاش كانوا الاخوان هنايا الفريخات يعني هاد العش خصو عاود يتنيطوايا يتحيد له هاد الشيء ويبقى عاود ازيرو. هادو بالنسبه للاخوان عاوتاني اللي كنا شفنا ديك الناريات راهم شوفوا الله يبارك. كاين هذا فقصات غير وحده، هذا يعني خصو يتبقى اليوم. هاد البيضه يعني خاسره خصها تحيد. المراقبه الاخوان خصها ضروري تكون باش يعني كتعرف داكشي عندك واش داكشي ما عندك. يعني مثلا كنشوفوا هادوك خصهم ضروري الا باقي اليوم ربما نباقيهم نفس الوقت مع هادو. داكشي اللي غادي نديرو وان شاء الله الاخوان. يعني باش ما نطولوش عليكم اننا غادي نهضروا شويه على الموضوع اللي قال الاخ عصام على حساب النساوي اللي ما باغيينش يتزوجوا مع الذكوره ولا العكس. بالنسبه للتساؤل ديال الاخ عصام اللي غيطلع دابا في الشاشه على حساب النساوي اللي شي مرات ما كيبغيوش انهم يتزوجوا مع الذكوره ولا العكس، هي الاخوان كتكون يعني ماشي ما كتكونش هذه كتكون بالنسبه هذاك ديك النسوه اللي ما غاش يتزوج بداك الذكر كتكون عندها حساسيه من داك اللون. تقريبا اغلبيه كتكون بالتجربه في الكلينيسي ان واحد اللون ما كتكونش حامله، يعني ماشي الذكر داك اللون كتشوفو ديما ولا كتشوفو غريب تلقاه جديد عليها. هذه في حالات وشي مرات كتكون كما كنقولوا نافره. الحل يعني راه بسيط وسهل الاخوان. اننا مثلا عندنا هاد النسويه اللي ما باغياش الذكر اشنو كنديروها؟ كنكوخوها من مده 3 ايام حتى سيمانه. كيفاش نديرو نكوخوها؟ كنسدو عليها الكوخ هكذا، كنضربو كاملين تظلم، كنخليو غير التهويه مثلا في الفوق باش يدخل الهواء والماكله ديالها خلاص والشراب ديالها. كتبقى مده ديال من 3 ايام حتى سيمانه، يعني في النتوه مده سيمانه 3 ايام. وكتحط حداها الذكر اللي باغي يتزوج منها. يعني عندك هنايا مثلا الذكر اللي باغي يوجد لها يكون عندها الذكر هنايا تتوجدوا لها. هو ما تكوخو ما والو، هو راه كيكون الذكر هايج. هذه كتكوخا يعني ما كتبقى تسمع غير الصوت ديالو وما كتشوفش الحمام. من بعد ديك المده د السيمانه ماشي كتفتح عليها، كتجيب كرياج ديال الشبكه ديال الثلاجه ولا شي حاجه اللي غادي تفرق حتى تحيد السيباري كما كتشوف هكذا. يمكن لك تحيد السيباري وتركب بلاصتها كرياج. هي شنو كيوقع لك نتوما؟ كتبقى تشوف غير داك الذكر. هناك انت راك غادي تلاحظ بلي ان نتوما تقدر تبقى تنعس على تنعس واخا ما كاينش عندها الذكر. هناك في المده هذيك النهار ولا يومين كتحيد هذيك الكرياج، كيدخل على الذكر على النسوه وكيتزوجوا وكيكون داكشي مريقل. الذكر نفس القضيه. الذكر ربما تزيدوا المده ديال التكوى حتى ل 10 ايام على ما يكون هايج مزيان وما يشوفش النساوي. يعني حتى ديك النسوه ما تشوفش الذكوره. وهذه الطريقه راه خدامه الاخوان، لان وقعت لي انا مع واحد الذكر كان عندي مازال عندي خلاص. كنت كنبغي نجوجو مع واحد النسوه رصاده، وداك الرصاد ما كانش عندي داك اللون في السجنه كاع. اللي باغي نجوجو ما كيبغيش، يعني كيكون هو اغريسيف بزايد. ملي كيكون اغريسيف ما داك اللون غريب عليه. من بعد ما درت الطريقه ديال الكوخ انه يعني تريقل
ولات الحمد لله نزلنا منه وليدات. بالنسبه للاخوان يعني هذه في حالات كنقولوا حنايا الذكر ولا النتوى راهم يعني فايتين 8 شهور ولا 9 شهور ضاربين العام، واجدين للخدمه واجدين للمجوجه. يعني هذه الطريقه الاخوانيه اللي كتكون خدامه مزيان. ونتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا الموسم انه يكون ناجح في هذا الموسم ديال سميتو ديال الانتاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبالنسبه